آخر فترة في الدولة الوسطى بدأت مصر تدخل في حالة ضعف وتفكك، وده حصل بعد موت الملك بيبي الثاني اللي حكم أكتر من 90 سنة، ودي كانت فترة كبيرة جدا على أي ملك إنه يحكم البلد لوحده. بعدها حصل صراع على مين اللي هيتولى الحكم. البلد كانت بتمر بجفاف، والحالة الاقتصادية كانت رايحة في داهية، والحكام مش شاغلين بالهم غير بمين اللي هيمسك الحكم بعد كده. الفترة دي اتسمت بعصر الإضمحلال الثاني، وفي الوقت ده جت ناس من آسيا اسمهم الهكسوس. في الأول دخلوا مصر على إنهم تجار أو مهاجرين، بس مع الوقت بدأوا يستغلوا الوضع اللي بتمر بيه الدولة، وبدأوا يسيطروا على أجزاء كتيرة من الدلتا. الاحتلال ده بدأ في عهد الملك سوبكحتب الرابع من الأسرة ال13، وساعتها الهكسوس قدروا يسيطروا على مدينة أواريس في شرق الدلتا واتخذوها عاصمة ليهم. بعد كده وسعوا نفوذهم أكتر وسيطروا على أجزاء كبيرة من شمال مصر، وبسبب ضعف البلد وقتها وكمان القوة الحربية اللي كانت مع الهكسوس قدروا إنهم يسيطروا على البلد بالكامل ويحتلوها. الهكسوس حكموا مصر تقريباً 100 سنة، وفي الفترة دي كانوا الأسرة ال15 في ترتيب الأسرات المصرية. الهكسوس كانوا عارفين إن الشعب المصري متدين جداً، فعشان كده قرروا يعبدوا الآلهة بتاعتهم. عبدوا الإله ست، وده كان علشان يثبتوا وجودهم وسيطرتهم على المناطق اللي حكموها. وسبب اختيارهم لست بالذات إنه كان بيتشابه مع الإلهة بتاعتهم الأصلية. الهكسوس كانوا بيعبدوا إله عاصفة اسمه بعل، وكان في شبه كبير ما بينهم. ومش بس كده، الهكسوس كمان ادوا لنفسهم ألقاب ملكية مصرية زي ابن رح والإله الطيب. وطبعا الأسماء دي محاولة لتأكيد شرعيتهم كفراعنة، وكمان بدأوا إن هم يستخدموا الكتابة الهيروغليفية في نقوشهم، وكمان كانوا بيقلدوا الفن والرموز المصرية، فعملوا أختامهم بتحمل أسمائهم بأسلوب مصري. كل ده طبعا كانت محاولة لتبني الهوية المصرية. كانت أول محاولة لمقاومة الهكسوس من الملك سأننراع أو تاع الثاني. الملك سأننراع كان حاكم طيبة، وكان أول من قرر يواجه الهكسوس، والصراع ده بدأ لما أبوه فيس حاكم الهكسوس أرسل رسالة لسأننراع بيشتكي فيها من ضوضاء أفراس النهر اللي عنده في طيبة، بحجة يعني إنها بتزعجه في العاصمة بتاعته اللي هي أصلاً بعيدة قوي عن طيبة. والرسالة دي طبعاً كان الغرض منها إنه يهدد سأننراع، خصوصاً إنه كان في الوقت ده بيجهز لمقاومة ضد الهكسوس وطردهم. المهم إن سأننراع فهم إن أبو فيس بيحاول يستفزه، فقرر إنه ما يسكتش على الاحتلال، وبدأ فعلاً يجهز جيشه لمواجهة الهكسوس، وبدأت معركة بينهم. التفاصيل الدقيقة عن المعركة مش موثقة بالكامل، لكن المعروف إنه واجههم في معركة شرسة، وواحدة من المعارك دي أصيب سأننراع بإصابات بالغة في راسه، واللي أدى لاستشهاد مومياء سأننراع. اكتشفوها في الدير البحري عام 1881، واللي كان باين قوي فيها كمية الجروح الكتيرة اللي في راسه، اللي كان فيها جرح عميق خلف ودنه الشمال وكسور في الجمجمة نتيجة ضربات ببلطة حربية، وإصابات في الوش بتشمل كسر في الأنف والفك العلوي، بتدل إنه تعرض لهجوم عنيف بعد استشهاد سأننراع ابنه كاموس، وقرر إنه يكمل مسيرة أبوه للتخلص من الهكسوس. فجمع رجال دولته الوزراء والقادة العسكريين وقال لهم إزاي أنا قاعد هنا مش عارف أطلع بره حدودي، والأكسوس في الشمال والكوشيين في الجنوب، وكل واحد واخد حتة من مصر، لازم نتحرك ونحرر بلدنا. لكن الرجالة اللي معاه كانوا سايفين وقالوا له إنهم عايشين دلوقتي بسلام والوضع مستقر والتجارة مستقرة، ولو دخلوا حرب معاهم الهكسوس مش هيسكتوا المرة دي وممكن يخسروا كل حاجة. فقال لهم كامس إن السلام ده مزيف، وإنهم بيدفعوا ضرائب للهكسوس ومش أحرار في بلدهم ولازم يحاربوا. وبعد نقاش طويل قدر كامس يقنعهم. كامس كان عارف إنه علشان ينجح في طردهم محتاج دعم المصريين اللي عايشين في الدلتا، وبذكائه قدر إنه يخاطب الناس هناك علشان يتعاونوا معاه. في منهم اللي كان متردد، لكن مع الوقت قدر يقنعهم بالتعاون معاه. في السنة الثالثة من حكمه جهز جيشه وبدأ يتحرك شمالاً على طول نهر النيل، وواجه تجمعات الهكسوس في الطريق ودمر الحصون بتاعتهم، وكان هدفه يوصل لمدينة الهكسوس الكبرى في الدلتا. لما وصل كامس لمدينة إواريس عاصمة الهكسوس قرر يحاصرهم استراتيجياً، وقوة الهكسوس بدأت تضعف مع مرور الوقت خلال الحصار.
كامس خرج ب3 حملات متتالية ضد المدينة. في الحملة الثالثة قدر يدخل المدينة وحقق انتصار كبير ضد قوات الهكسوس، لكن وهو بيطاردهم على حدود أمبوس تعرض لإصابة قاتلة واستشهد. كانت خسارة كبيرة، لكن النجاح الكبير اللي كان محققه شجع المصريين يكملوا الطريق بعده. معركة إيواريس كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، وأثبتوا قدرتهم على مقاومة الاحتلال. ومن هنا ندخل لأحمس الأول أخو كامس الأصغر، البطل اللي اتحررت مصر نهائياً على إيده، وكانت بداية للأسرة 18 ونهاية 17 بعد وفاة كامس. أحمس كان لسه صغير، عنده 10 سنين. أمه الملك إياح حتب وجدته تاتشيري كان ليهم دور كبير في تربيته وتجهيزه لمواجهة الهكسوس. إياح حتب كانت ست قوية وحكيمة، شجعت ابنها على التدريب العسكري وتعلم فنون القتال. لما كبر أحمس شوية بدأ يجهز جيش قوي استفاد من الدروس اللي اتعلمها من الحروب السابقة، وقدر يطور الجيش المصري وجاب العجلات الحربية اللي كان الهكسوس بيستخدموها وبدأ يدرب الجنود عليها. كمان طور الأسلحة وخلى الجيش مستعد لأي مواجهة. أحمس مستناش كتير وبدأ يتحرك بجيشه ناحية الشمال قصاد عاصمة الهكسوس، وفي طريقه كان بيواجه تجمعات الهكسوس ويهزمهم واحد ورا التاني. ولما وصل لأواريس قرر يحاصر المدينة. الحصار استمر فترة. أحمس كان صبور واستنى اللحظة المناسبة للهجوم، وفي النهاية قدر يخترق دفاعاتهم ويدخل المدينة وحقق انتصار كبير عليهم. الهكسوس اللي هربوا من أواريس جريوا ناحية الشمال الشرقي فدخلوا سيناء وبعدين فلسطين. ما سابهمش، فضل وراهم لحد ما وصل لحصن شاروهين في جنوب فلسطين. بيقولوا انه فضل محاصرهم هناك لمدة 3 سنوات، وفي الآخر قدر يفتحوا، وده كان نهاية وجود الهكسوس. بعد ما خلص أحمس منهم رجع لمصر، لكنه عرف ان في تمرد حصل في الجنوب من النوبيين. ما ضيعش وقت وراح لهناك بجيشه وقدر يقضي على التمرد ويأمن حدود مصر الجنوبية. بعد ما خلص مصر بقت حرة ومستقرة، بدأ أحمس يعيد بناء البلد، رمم المعابد وبنى مشاريع جديدة واهتم بتقوية الجيش أكتر. كمان بدأ يتوسع في التجارة مع الدول المجاورة، وده خلى مصر ترجع لمكانتها القوية في المنطقة. كل المعلومات اللي وصلت لينا عن إنجازاته كانت عن طريق مقبرة لواحد من القادة العسكريين ليه اللي كرمه بسبب شجاعته وإخلاصه، وهو أحمس ابن أبانة. كمان منحه ألقاب ومكافآت زي الذهب والعبيد. كمان سمح له إنه يبني مقبرة فخمة في منطقة الكاب ناقش فيها سيرته الذاتية وانتصاراته. في العادة الملوك المصريين كانوا بيسجلوا انتصاراتهم على جدران المعابد والمسلات، لكن في حالة أحمس الأول مفيش سجلات ملكية كتير بتوصف حروبه ضد الهكسوس. السبب مش معروف بالظبط، لكن ممكن يكون بسبب تركيزه على تحسين وضع البلاد وتأمينها بعد الحروب، وإنه ما كانش عنده وقت يسجل لنفسه، أو ممكن تكون فقدت مع مرور الزمن. لحسن الحظ الجنود والقادة زي أحمس ابن أبانة سجلوا تجاربهم الشخصية على جدران مقابرهم، ومنها قدرنا نعرف البطل العظيم أحمس الأول اللي قدر يتخلص من أكبر احتلال حصل لمصر. للأسف مفيش أي تفاصيل كتير عن ظروف وفاة أحمس الأول، لكن يعتقد إنه توفى في منتصف الثلاثينيات واتدفن في مقبرة في طيبة، لكن مومياءه انتقلت بعد كده لمشبأ في الدير البحري لحمايتها من اللصوص.